والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجال التابعين. واليوم بعد ما خلصت ابن السماك والفضيل بن عياض هنتكلم عن عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك يكفيك انك تعلم عنه ان قالوا عنه ما خلق الله خصلة من خير إلا وأعطاها لعبد الله بن المبارك. أي خصلة خير كتب في عبد الله بن المبارك. وقالوا عنه ما التقى عبد الله بن المبارك بأي رجل إلا كان أفضل منه. ما قابلش أي حد إلا كان دايما يكون أفضل منه. شفت الفضل العظيم إزاي؟ وكانوا يقولون كان في الناس كأمير المؤمنين في الناس. أفضل واحد لما يحضر عبد الله بن المبارك كان أفضل واحد في الناس. أبوه إيه وأمه إيه؟ أبوه عبد وأمه أمة من خوارزم شام. طلب العلم وهو ابن 20 سنة، لسه 20 سنة لسه كده بقى كده بدأ يطلب العلم. كان في زمنه في بلده رجل اسمه الربيع بن أنس الخراساني، كان صاحب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في السجن. يعمل ايه؟ دخله السجن عشان ياخد منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولوا لك أخذ منه 40 حديث. 40 حديث. تعرف عشان تاخد حديث زمان من أهل الخير وأهل الفضل حديث واحد بس، يعني تشوف اللي ما شفتوش. شوف الحديث دلوقتي تفتح النت تجيب حديث ازاي؟ لا، هناك عشان صاحب حديث رسول الله يديك حديث واحد لابد يعني ان يرى فيك الجد والنشاط والامانه والصدق عشان يديك حديث رسول الله ترفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الفضل وشوف السعه. دخلوا السجن وتعلم منه 40 حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وظيفة عبد الله بن المبارك ايه؟ يعني كان ايه؟ أول وظيفة له طلب العلم، يطلب علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمسند زي مسند الإمام أحمد. لكن شوف بقى الوظائف الثانية. كان وظيفته طلب العلم والغزو في سبيل الله. لازم يجاهد سنة ويحج سنة. يجاهد في سبيل الله سنة كلها، والسنة اللي بعدها يحج في سبيل الله. والتجارة كانوا يقولوا له بالتاجر، يعني انت قليل قوي لما نلاقي حد من اهل العلم بتاجر. يقولوا أتاجر لأنفق على إخوان. أتاجر مش عشان أنا عاوز أبقى معايا فلوس، لا، أتاجر عشان أنفق على إخوان وعلى طلبة العلم وعلى أهل الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لما كان بيطلع ماله لبلد تانية وأهل البلد يقولوا ادينا علينا، نقول لا، في أهل البلد التانية حديث لرسول الله يحمله رجال لو تخليت عنهم ما بثوا حديث رسول الله، فإن أفضل الصدقة على بث علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بطلع فلوسي عشان الناس تعلم الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول وظيفة له طلب العلم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب العلم فريضة. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. تطلب علم رسول الله وتعلم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الملائكة تضع خاضعة لك برضا بما تصنع، فرحانة باللي انت بتعمله. العلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لك دخل السجن عشان يتعلم 40 حديث من واحد في السجن يعمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغزو في سبيل الله، يطلع يقاتل في سبيل الله. يطلع يقاتل في سبيل الله، يبقى بيجاهد في سبيل الله. ما بيكتفيش بالفضائل دي بس، انه مثلا خلاص هو بيتعلم حديث رسول الله، لا كفايه، لا، يطلع يجاهد في سبيل الله. من مات دونما يحدث نفسه بالجهاد، حتى يحدث نفسه بالجهاد دون ان يجاهد ودون ان يحدث نفسه بالجهاد، مات على شعبة من النفاق. يعني ماشي نفسه كده، والله لو في جهاد في سبيل الله اطلع بس، او هو يجاهد بنفسه
مات على شعبة من النفاق. لا ده كان بيروح بنفسه يغزو في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله. وكانت أيضا من ضمن وظائفه الإنفاق على الإخوان وتجهيزهم للحج، الحج في سبيل الله. يعني هو السنة اللي بيجاهد فيها يجيب مجموعة كده أهل بلد مروا في خراسان، يجهزهم كلهم يطلعوا يحجوا وهو يجاهد في سبيل الله. وكان إذا خرج معهم في الحج، راح يحج أو خرج معهم في الغزو، يطعمهم الخبيث. الخبيث ده أفضل أكل كان يعرفوه، وهو صائم. هو صائم. ارتحل في طلب العلم إلى العراق والشام، وجاء مصر والجزيرة وخراسان، لف الديار كلها في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدم هارون الرشيد إلى خراسان جاي، فالناس اللي مع هارون الرشيد عارفين ان هنا عبد الله بن المبارك في خراسان، انجفلا سابوا هارون الرشيد وجريوا بقى على عبد الله بن المبارك، يعرفوا فين مكانه، حتى تقطعت النعال، بيجروا جت الواحد اللي كعبل واللي يقع واللي كده. فنظرت امرأة لهارون الرشيد فقالت: ما بال الناس فيها ايه؟ قالوا: ذهبوا لرجل من ها هنا يحمل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله إن هذا هو الملك، لا ملك هارون الرشيد. هو ده الملك فعلا، هو ده الملك، مش ملك هارون الرشيد. تجمع له الناس الشرطة، الناس بتجمعوا لهارون الرشيد، الناس الشرطة بتجمع له الناس، إنما ده لوحدهم كده الناس رايحين يسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من مرو يريد الغزو، مرة خرج عشان يغزو في سبيل الله. في الطريق قال للناس ايه؟ قد أعلموا أنكم تحتشمون عن أن ينفق عليكم أحد. أنا عارف أن أنتم مش عايزين حد ينفق عليكم، فليأتي كل واحد بنفقته. يا غلام هات الطست كده بتاع حاجة كبيرة كده وحط عليها منديل، وقال كل واحد بيحط النفقة بتاعته وما يتكسفش، حطها تحت المنديل عشان ما حدش يبقى شايف تحطوا ايه. خدوا البتاع ده ولم الفلوس دي كلها شالها على جنب. وصلوا الارض بقى المعركه، قال لهم: نحن في ارض نفير، احنا دلوقتي في ارض معركه ويمكن نموت، تعال نقسم من المال تاني، كل واحد ياخد فلوسه تاني. بدا يدي لكل واحد 20 دينار 20 دينار. الدينار تقريبا 2.25 جرام. فيقول احدهم: يا ابا عبد الرحمن، والله ما دفعت الا 20 درهما، انا ما حطيتش تحت في الطست غير 20 درهم، تدينا 20 دينار. يقول: وما تنكر ان يبارك الله للغازي؟ انت ايه زعلان ليه؟ ما ربنا بيبارك للي بيغزو في سبيل الله، ربنا رجعهم لك 20 دينار، رجع لهم الفلوس ازيد بعد ما انفق عليهم كل الغزو ده كله. تخيل بينفق على مين بقى؟ على كام واحد ازاي؟ وكان إذا أراد الحج جاء الناس يقال: نحج معك، فيقول: فليأتيني كل واحد منكم بنفقته. العصرفة يجيبها له، ياخدها يحطها في ورقة، يحطها في قرطاس ويكتب عليها اسم فلان ويربطها، يحطها في صندوق. تخيل كم واحد هيحجوا بقى معاه ويخرجون إلى الحج، ينفق عليهم طول الطريق، أكل كله طول الطريق. فإذا جاءوا المدينة قال: فلينظر أحدكم ما وصاه أهله بشيء. وصيتك زوجتك عيالك وصلك هات لنا حاجة من عند رسول الله اشتريها، واديهم اشتروا، وقال لهم نرجع نتحاسب. وكذلك يفعلون في مكة. خلصوا الحج ويرجعوا كلهم تاني إلى مرو. بعدما يعودون إلى مرو بعد 3 أيام يصنع لهم وليمة، يجيب لهم أكل كبير، فيأتون إليه فيأكلون ثم يكسوهم ثم يرد عليهم نفقتهم. يجيب الصندوق تاني: فلان الفلاني أدي فلوسك اهي، وأدي فلان الفلاني فلوسك اهي.
هذا الخير كله. لسه لغايه دلوقتي ما اتكلمناش الا على شخصيته، ما اتكلمناش على اقواله، ما اتكلمناش على حكمه. لسه بنتكلم لك عن الرجل بس واحد كده، رجل شخصيه، دي شخصيته بس. وظيفته طلب العلم، الغزو في سبيل الله، الانفاق على الاخوان، التجاره. كان رب العالمين بارك له. قليل قوي تلاقي من اهل العلم ان رب العالمين فتح عليه بالمال، لكن استخدم المال في الانفاق على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى استخدم المال فين؟ مش في مصلحته بس انا وبس، ومن وراء الطوفان والعيال والبيت لا. وكون دايما لما رب العالمين بيديك وتنفق وتلاقي رب العالمين اعطاك، تنفق تاني وثالث ورابع، لانك تعودت وعودك ربك ان ما تنفق من شيء هو يخلفه جل وعلا. دي مقدمه بس بسيطه مع عبد الله بن المبارك. لسه هنقف مع اقواله، مع حكمه، لعل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وجعله حجة لنا لا علينا، وزادا نلقاه به غدا يرضي عنا. اللهم فرج هم المهمومين، فرج كرب المكروبين، أد الدين عن المدينين، واشف برحمتك مرضى المسلمين، وارحم برحمتك موتى المسلمين، عاف المسلمين المكروبين في غزة وفي أرض الله. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ولا تنسوا إخوانكم في غزة.